كده احنا عرفنا خلال الشابتر دوت ازاي نسجل الجورنال انتري، وازاي نعمل الليدجر، وازاي نعمل الترايل بالانس. ركز قوي عشان دول بدايه السايكل بتاعه الريكوردنج، ان انت ازاي تسجل. فاحنا اخدنا مع بعض ازاي نعمل اول حاجه الاناليسيز، لو انت فاكر اناليسيز، وبعد كده اخدنا عمليه الجورنال انتري، بعد كده الليدجر، بعد كده اخدنا رابع خطوه اللي هي ترايل بالانس. دي كده ايه الخطوات اللي احنا اخدناها علشان نبدا نشتغل ونسجل الحاجات دي. لازم تعرف ان في بقى تشابه ما بين، نرجع نقول بقى، ما بين الاي اف ار اس الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد والجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل الجاب الامريكي، والاي اف ار اس المعايير الدوليه، وهنا الجاب الامريكي المعايير الامريكيه. الاناليسيس والترايل بالانس زي بعض بالظبط في الاي اف ار اس وزي في الجاب الامريكي. لما انا اجي اعمل اناليسيس بنعمل نفس الطريقه، ونفس الترايل بالانس بيطلع بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الترتيب طبقا للاي اف ار اس وطبقا للجاب الامريكي. وعمليه الجورنال والليدجر هيها برضه نفس التسجيل بالظبط. طب انا ليه ركزت على الاناليسيس والترايل بالانس؟ عشان الشكل، عشان في ناس يقول لك الاشكال بتختلف. لا، ما بتختلفش. طريقه التسجيل هي والشكل هو والتحليل بتحلل ان في اسيتس وفي لايبيلتي وفي اونرز ايكوتي، والاونرز ايكوتي بتتقسم لاونرز كابيتال ودروينج وريفينيو واكسبنس، بتتقسم نفس التقسيم، مفيش فيها اي مشاكل. فده التشابه اللي ما بين الاثنين. فاكرين لما قلنا الدولار ساين كمان علامه الدولار بتتحط في الترايل بالانس وفي الفاينانشال ستيتمنت في القوائم الماليه؟ احنا خدنا الترايل بالانس، لسه ما خدناش الفاينانشال ستيتمنت، بس الدولار ساينس ما بتتحطش غير في الاثنين دول، ولا بتتحط في الليدجر في جورنال، ولا بتتحط في ليدجر، بتتحط في ترايل بالانس. وفي الفاينانشال ستيتمنت لما نيجي نعرفها اللي هي القوائم الماليه، لما نيجي نعرفها برضه هتتحط في ترايل بالانس. في الفاينانشال ستيتمنت الدولار ساينس بتتحط. وخدنا الشرطه والشرطتين. الشرطه في السب توتال العادي، في الشرطتين لما تكون اخر رقم تحت مجموع بتحط تحتيه شرطتين، ده علشان تشتغل بالشكل ده. فده كده ايه التشابه اللي ما بين الاي اف ار اس وما بين الجاب الامريكي في الجزء اللي احنا اخدناه، ان هما الاناليسيس والترايل بالانس زي بعض والدولار ساينس زي بعضها في الترايل بالانس والفاينانشال ستيتمنت. طيب ايه الفرق ما بين الاي اف ار اس؟ الاي اف ار اس بتعتمد اعتماد كبير على الفير ماركت فاليو. يعني لو انت جيت تدرس معايير دوليه ومعايير امريكيه هتلاقي ان المعايير الدوليه بتستخدم اكتر الفير ماركت فاليو، انما المعايير الامريكيه ممكن تعتمد اكتر على الهيستوريكال كوست. ده معناه ايه الكلام ده؟ يعني المعايير الدوليه بتحب اكتر تقيم الحاجات اللي عندها بالقيمه السوقيه، الحاجات اللي الاصول بتاعتها والالتزامات اللي عليها بالقيمه السوقيه. لو انا رحت دلوقتي السوق اشتري هجيبها بانهي قيمه سوقيه. انما الامريكان لا، بيستخدموا الهيستوريكال كوست اكتر من الفير ماركت فاليو. فانهي اوقع؟ الفير ماركت فاليو طبعا، عشان كده الاي اف ار اس واخده صيت اكتر، فالفير ماركت فاليو مع الاي اف ار اس، انما الهيستوريكال كوست اكتر في الامريكي، اكتر في المعايير الامريكيه. ده فرق ما بين الاثنين. لما انا اقيم الاسيتس او اللايبيلتي بقيمها الفير ماركت فاليو. الاي اف ار اس بتستخدم حاجات كتير قوي بالفير ماركت فاليو، بس بتستخدم هيستوريكال، بتستخدم بس مش كتير. انما الامريكي لا، بيعتمد اكتر على الهيستوريكال كوست. كمان الامريكي بيبقى فيها انترنال كنترول، لازم الشركات مجبره انها تتبع السوكس، فبتعمل نظام انترنال كنترول دوكيومنتد وبيتراجع من مراقب الحسابات الخارجي. مراجع الحسابات لما يجي يراجع الشركه مش بيراجع الفاينانشال ستيتمنت بس، لا، ده بيراجع كمان الانترنال كنترول. هم في امريكا طبقا للمعايير الامريكيه والشركات الامريكيه، فلازم يراجعوا الانترنال كنترول ويكون متسجل في دوكيومنت. انت عملت انترنال كنترول ازاي، ايه الاجراءات اللي انت اتخذتها عشان تعمل انترنال كنترول، حاجات كتير. المعايير الدوليه مش مهتميه قوي بالانترنال كنترول. حلو، يبقى المعايير الدوليه بتشتغل بالفير ماركت فاليو اكتر، المعايير الامريكيه بتشتغل بالهيستوريكال كوست اكتر. التكلفه التاريخيه اللي انا كنت شاري بيها ماليش دعوه بالسعر السوق، ماليش دعوه بيها. اللي انا اشتريت بيه كام من سنتين هو ده اللي انا مسجله، ما بسجلش بسعر السوق بقى ابديت. لا، المعايير الدوليه بتهتم بسعر السوق اكتر.
الانترنال كنترول مهتمين بيه اكتر فين؟ في الامريكا، في الامريكا عشان السوكس اللي هو السوكس القانون اللي نزل في 2002، فمهتمين اكتر بيه فين؟ في امريكا. دوت كده الفرق والتشابه، نقط التشابه ما بين المعايير الدوليه والامريكيه اهو في الاناليسيز والترايل بالانس والتسجيل والدولار ساينز وطبعا الخطوط. الاختلاف ان الفير ماركت فاليو بيبقى اكتر في الاي اف ار اس والهيستوريكال كوست في الجاب الامريكي، وان الجاب الامريكي بياخد انترنال كنترول اكتر من الجاب، اكتر من الاي اف ار اس، اكتر من المعايير الدوليه. بيهتم اكتر المعايير الامريكيه بتهتم اكتر من الانترنال كنترول من المعايير الدوليه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.